السلام عليكم. ايه رأيكم في الكنافة الجميلة دي؟ انا اماني ودي قناة اكل هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل الكنافة باللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، والطعم حكاية يا جماعة. هخليها زي بتاع المحلات بتاع بره عايزه اقول لكم الكنافه فعلا تحفه جدا، وهقول لكم على كل اسرارها وتكاتها، وهقول لكم ازاي تطلعي الكنافه متماسكه وازاي تطلعيها طريه لو انت حابه. تمام. كل الاسرار هتشوفوها معايا في الفيديو النهارده. اول حاجه، انا الشربات بتاعي شربات خفيف. تمام. انا عايزه الكنافه سكر خفيف، شربات خفيف. ضفت كوبايتين مجين كده من السكر، وعليهم 3 من المية. تمام. دايما كانوا بيقولوا ان شربات الكنافة تقيل. لا يا جماعة، والله لما بتعملي الشربات معقود تقيل بيحصل ايه؟ ان الكنافة بتبقى ناشفة، مش هتبقى طرية، وفي نفس الوقت هتكون مسكرة زيادة عن اللزوم. انا الشربات بتاعي ده شربات خفيف، يعني كوبايتين مجين من الكبار سكر على 3 من المية. ابتدت غلت معايا زي ما انتوا شايفين. نزلنا بنص عصير ليمون. تمام. طبعا العصير الليمون ده بيخليها ما تسكرش، وتعمل مثلا حبيبات كده من السكر. تمام. ورشة فانيليا. تمام. تقدري تحطي روح موز او روح يعني مية ورد او اي حاجة. بعد ما غلت معانا وبقت بالطريقة دي، شايفين عاملة ايه؟ زي ما قلت لكم هي خفيفة. لو انت بقى حباها تقيلة هتحطي 3 من السكر على 3 من المية. تمام. وهتغلي غلوتين كده وتعصري عليها عصرة ليمون، وهتسيبيها تتقل شوية. بس انا المرة دي الشربات خفيف. تمام. دي زبدة بلدي يا جماعة بسيحها. طبعا مهديه عليها النار جدا، لان عايزة اقول لكم هي ما شاء الله هي اول ما تغلي غلوتين كده بتبتدي تفور. فاحنا لازم تبقى على النار هادية خفيفة. انا بسيح دايما شوية على القد، يعني كل مرة كل ما اعوز بسيح على القد، عشان انا ما بحبش اسيحها مرة واحدة كده. تمام. ودي بقى هسيبها لما تسيح براحتها. وتعالوا نشوف الكنافة بتاعتنا واصول الكنافة. عشان تعملي كنافة مظبوطة لازم تكوني حطيتيها في الفريزر قبليها بيوم او يومين، عشان تطلعيها متماسكة كده، متلجة. تقطعي على طول منك هتحسي ان هي بتتكسر زي الازاز بالظبط. طبعا هتفكفكي منها كده وما تسيبيهاش تفك براحتها، لان لو سبتيها فكت براحتها هتعمل ايه؟ هتضطر تاني، واحنا مش عايزين ان هي تضطر. عايزين نفكفكها كده ونكسرها عشان تطلع منك متماسكة، كنافة متماسكة في الصينية. ولما تيجي تخرطيها تطلع الخرطة بخرطتها، مش كنافة مثلا زي مثلا، عارفة هقول لكم على حاجة، لو انت جبتيها وعملتيها طازة هتطلع منك اللي هي زي الطرية كده، مش متماسكة. انا النهارده هعمل نص كيلو من الكنافه. تمام. المره دي ان شاء الله باذن الله هنعملها العاديه البسيطه اللي هي بالمكسرات، زبيب وجوز هند وفول سوداني. بس ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه هنغير بقى في طريقه العمايل بتاع الكنافه، وهنعملها بقى بحشوات مختلفه. وانا برضو في الفيديوهات اللي فاتوا انا كنت بعمل برضو، كنت بعملها مره بالكريمه او قشطه، وبالمكسرات. وكمان كان في كذا مرة كده عملت بتكات مختلفة، اللي هو مثلا الشربات بتاعها بيكون بالبرتقان. برضو اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت هتشوفوا الاختلاف بين الفيديوهات دي والفيديوهات اللي انا كنت منزلاها في الاول. تمام. بعد ما كده السمنة بدأت ساحت معايا، وتلاقي كده المرجع او بيقولوا عليها المرتة كده طلعت على الوش، بدأت اصفرت لون خفيف. خلاص هبتدي بقى ان انا اصفيها. تعالوا بقى عشان نعرف السمنة المظبوطة اللي احنا بنحتاج نحطها في نص كيلو من الكنافة. هنعمل ايه؟ هنعاير مج من الكنافة، مج من الزبدة زي ما انتوا شايفين. هنضيف شوية في الصينية. تمام. يعني بتاع ربع كده المج من الزبدة. ونحركها كده عشان تبقى في كل الأرضية بتاع الصينية. وهرش بقى رشة كده، طبعا باعتدال كده، يعني اجيبها من الجوانب كلها. تمام. الطريقة دي احسن من ان انتي تقلبيها في السمنة. لو قلبتيها في السمنة هتحسي ان هي لزقت في بعضيها. وكمان لما رشينا
رشة السكر البودرة في قلب الكنافة، ده بيديها تماسك للكنافة. تمام. رشينا بقى شوية برضو سمنة، وكده بنرش جوز هند وفول سوداني، وهنرش الزبيب. طبعا تقدري تحطي المكسرات اللي انت حباها، ده طبعا يرجع لك انت. كده خلصنا النص الاولاني من الطبقة بتاع الكنافة، وهنعمل النص التاني برضو بنكسر الكنافة زي ما انتم شايفين، بنمسكها حتة حتة ونفضل بقى نكسر فيها لحد ما كلها تتكسر معانا بالطريقة دي. طبعا طريقة سهلة وبسيطة، وتقدري تعمليها في اي وقت، ومش هتكلفك كتير، ومش هتتعبك كمان في عمايلها. هي زي ما قلت لكم، لو انت عايزاها متماسكة هتحطي في الكنافة وانت بتكسريها بالشكل ده، هتحطي رشة سكر بودرة. سكر البودرة بيخليها تتماسك. يعني عارفين السكر بيعمل ايه؟ بيبقى زي ما يكون في مادة سكرية كده لزجة بتلزق. طبعا ده بيبقى عجين بتلزق كده الكنافة في السكر، فبتتماسك مع بعضيها. طبعا بعد الضغط اللي احنا بنضغطها عليها. يعني كده انا رشيت سكر البودرة يا جماعة، وبرضو عملتها في المرة النص الاولاني في الطبقة الاولانية، بس انا وانا بتكلم ما شرحتش بالظبط النقطة دي. تمام. بتقلبي كده كل السكر البودرة في كل الكنافة بالشكل ده، وهنبتدي نرش الكنافة في الطبقة التانية في الصينية. تمام. طبعا حبايبي ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل بتاعكم، وكومنت بقى حلو من عندكم، وقولوا لي ايه رأيكم بقى في الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم. وهنضيف كمان نص مج من الزبدة بتاعتنا. تمام. وعندي بقى الهراسة بتاع البطاطس، هبتدي اضغط بيها جامد. ممكن تضغطي بكوباية، قعر كوباية كده يكون مشطوفة اللي هي مسطحة كده، وممكن بالصينية اللي هي اقل من دي تضغطي بيها ضغطة جامدة كده. الضغط دي بتوزع السمنة كلها. بعد ما دخلتها في الفرن على درجة حرارة 180 في الشبكة اللي في النص، خدت لون من تحت كده، وابتديت قلبتها من الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى لون الكنافة والتماسك بتاع الكنافة، مش طالعة مبهدلة، ونزلت كلها زي ما هي كده ما شاء الله. والله العظيم الطريقة دي حلوة جدا. وكمان يا سلام لو كلتي بقى الكنافة وهي كده لسه سخنة كده، بجد حلوة قوي، بتكون كمان جميلة. تمام. الشربات بقى بتاعنا برد. طبعا الكنافة ما شاء الله من الحاجات اللي بتتشرب جدا من الشربات. زي ما انتوا شايفين هنحط الكمية بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ريحة الشربات بالفانيليا ريحته حلوة قوي، وطعم الكنافة حلوة قوي متماسكة وجميلة. طبعا هنقلب الكنافة كده عشان نشوف بقى الشربات يتوزع في كل الجوانب زي ما انتوا شايفين. والشربات كده معايا كان مظبوط كده، مش تقيل، ولا الكنافة تقيلة كده، ولا تحس ان هي خلاص صدرتك. لا والله بجد الكنافة شرباتها خفيف، وفي نفس الوقت سكرها حلو مظبوط. تعالوا بقى نغرف الكنافة بتاعتنا بعد ما خلاص كلنا بقى اصلا عليات الكنافة، او 3/4 الكنافة كده. فلحقت بقى اصور لكم شوية كام خرطة كده ضفتها في الطبق عشان اوريلكم شكلها بعد ما خلاص بردت بقى، وكانت خلاص كمان اتاكلت. تمام. بألف هنا بقى يا حبايبي. كل اللي يعمل اي فيديو او اي حاجة من اللي انا بنزلها لكم طبعا اعملوا بقى وظبطوا نفسكم. الكنافة بقى يعني رمضان وكل سنة وانتم طيبين. بجد والله الفيديوهات بتاع الكنافة دي حاجة كده سريعة وبسيطة، مش هتكلفك كتير ومش هتاخد منك وقت كتير. بس بصراحة يعني تحسي ان انت ان ما كلتيش كنافة تبقى يعني مش هتبقي في رمضان بصراحة. كنافة يعني رمضان، وغير رمضان والله بنعمل كنافة برضو. شايفين بقى هي متماسكة ازاي، مش مبهدلة، ولا اللي هي الخرطة بقى مفرولة كده ويعني سايحة من بعضيها.
بتبقى بالشكل ده. والله جميلة بألف هنا يا جماعة. يعني عايزة اقول لكم طعم وريحة ومذاق فعلا ما شاء الله جميلة. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك الجميل بتاعكم واشتراك للقناة لو انتوا لسه مش اشتركتوش معايا في القناة، وفعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار بأي حاجة بنزلها جديد. وانتظروني بقى في الفيديوهات الجاية. بألف هنا يا أمارات، مع السلامة.